حبايبنا في المغرب لهم حق علينا. وماجد الشجعي ممثل المغرب، ممثل الشعب المغربي والمملكه المغربيه. المنافس بتاعك، قول المنافس بتاعنا. ها راح المارس في حرب بعد اذنك، حرب كرويه. مش حرب بعد اذنك. ماجد معلش حبيبي، لا تقول المنافس بتاعي وهعيدها لك. المنافس بتاعي اوكي. المغرب ولا انا غلطان؟ المنتخب المغربي اسود الاطلس منافس اسود الرافدين في اولمبياد باريس. راح نستخدم عندنا بلدوزر يشوت من بعيد، عندنا رياض عبد العباس يكسر، عندنا علاء كاظم يراوغ يحطها بالجول، فموجودين هنا. شنو اللي عاملين اسود الاطلس؟ تحضيراتكم، اموركم، اعطينا خطه اللعب بعد حتى طبعا اجمل ما في الخطه هي القراءات المسبقه، انه اخر لقاء ما بين المنتخبين. حلو. ستكون هناك فرص لدراسه امور كثيره، وما هي الحصيله في اول مباراتين. حتى اولمبياد 2004 كان اخر مباراه. طبعا هذه اللي فاز فيها المغرب وودع الدور الاول، وهنا نقف عند هذه النقطه. مباراه وديه لعبنا مباراتين يمكن. طبعا المغرب فزنا في المباراه. هي المغرب والعراق. هي الاساس في المغرب اليوم في ظل هذه النجاحات المتواصله فك عقده الدور الاول. المغرب من عام 72 لم يبلغ الدور الثاني، وبالتالي حتى النتائج لم تكن بالمبشره، وهناك رغم من الجماهير في ظل هذه النجاحات وهذا الحصاد الكبير بالنسبه لكافه المنتخبات المغربيه على المستوى النسوي، انديه المغرب قاريا، مشاركه المونديال. اليوم الكل يراهن من هو الربان. طارق السكتيوي اللاعب المميز واحد امهر اللاعبين المغاربه تاريخيا، رجل متفتح يؤمن بقدرات كل اللاعبين، صنع منظومه ما بين المحترفين 14 محترف، واتاح الفرصه كذلك لمجموعه من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المحلي، علاوه على 3 اسماء ستكون باضافه نوعيه. طبعا اشرف حكيم القطار السريع، علاوه على سفيان رحيمي وما حققه كهداف في دوري ابطال اسيا، منير المحمدي. من يقيم هذا الرجل؟ طبعا عصام الحضري يعرف قيمه هذا الرجل ويمتلك الادوات، وبالتالي هناك تجانس، هناك تناغم، مع التذكير بان هناك اسماء اقل من 23 سنه شاركت في المونديال الاخير. هناك بلال الخنوس، اتحدث كذلك عن عبد الصمد الزلزولي، واللاعيبه اللي كانت لعبت في كاس افريقيا في النهائي برضه ممكن ما يكونوش موجودين في البطوله، لان في انديه رفضت برضه لهم. طبعا وهذا اشكال كبير. ووجهت الدعوه لمجموعه من الاسماء شاركت في التتويج، وهو الوحيد للمغرب لاقل من 23 سنه قاريا على حساب مصر في نهائي كان كبير. نعرف موضوع رفض بعض الأندية، موضوع أنه الألعاب الأولمبية ليست بتلك القيمة وهناك حسابات خاصة، وبالتالي المغرب يؤمن بقدراته في ظل هذه المنظومة، يمني نفسه بأن يحقق إنجاز كبير، حتى أنه كان هناك تعتيم بالنسبة لطارق السكتيوي، رفض أن ينفتح على الإعلام، معسكر كان مغلق وواجه في انتقادات. أنا تابعت الصحف المغربيه، طبعا في كان انتقادات كثيرة السكتيوي على موضوع إغلاق المعسكر وعدم. سأجيب على هذه النقطة. بس هذا بلغة إعلامية منطق ولا مش منطق؟ لكل مدرب وجهة نظر، أنا لا أتدخل في مفهوم. أنت كإعلامي عارف الأمور. أقول أنا ربما معه في موضوع التعتيم تفاديا لمعرفة خطط الأسلوب الذي يلعب به هذا المدرب، وبالتالي قال أنا سأعتذر وهدفي أن أبلغ الدور الثاني، وبالتالي ومني النفس بأن أواصل الرحلة. مسألة التعتيم الإعلامي قال هذا قرار شخصي مبني على مصلحة المنتخب، ولدي حسابات خاصة تندرج في إطار الخطة والاستراتيجية. طيب، هل من الإنصاف بسؤال أخير وباكر أيضا راح نكمل على المنتخب المغربي، هل من الإنصاف الاستغناء عن طارق الشرعي؟ طارق الشرعي وهو الذي جلب كأس أفريقيا وأهل المنتخب المغربي لأولمبياد باريس. شنو اللي حصل بالتحديد؟ هذا سؤال مهم، ولكن ليس هناك بيان رسمي يؤكد أسباب ابتعاد هذا المدرب عن المنتخب، وبالتالي هذا المدرب صفق له المغرب في ظل ما حققه من إنجاز كبير. هناك من قال، وهذه أقوال ليس هناك خبر أو مصدر رسمي، ربما إشاعات أو أقاويل، بأنه رفض أن تشارك الأسماء الأولمبية مع المنتخب الأول اللي فوق السن. الأسماء هذه أقاويل وليست هناك ربما اخبار او بيان رسمي. الجمعيه المغربيه الثلاث لاعبين الكبار رفض ان يكونوا مع المنتخب الاولمبي. لا هو لا ماشي، ده اللاعبين الاولمبي رفض انهم يلتحقوا بالمنتخب الاول. بالمنتخب الاول مدرب عنده حسابات. هذه اقاويل، هذا ما يدور ويروج عند بعض الجهات.
ولكن ليس هناك خبر رسمي، وبالتالي ما أعرفه بأنه جاء طارق سكتيوي بفلسفة بقناعة برغبة، والجميع صفق معنا وطرح عديد التساؤلات لماذا تمت، هل هي إقالة من استقالة؟ لا نعرف. وهم نفس الحكايه في المنتخب العراقي. هو ما قالش هو دلوقتي، قال لك ليه ما قالكش؟ ليه؟ ان مدرب حراس المرمى العراقي اللي هو المدرب الاول في المنتخب العراقي يكون موجود مع المنتخب الاولمبي. سالت مدرب الحراس. استنى بس. وليه ما قالكش ان المدرب الثاني اللي بعد كاساس ان هو موجود مع كابتن راضي؟ أوكي. ما قلتش ليه؟ يا حبيبي نتحفظ على ما قلتش ليه؟ يا حبيبي من ما قلتش لا. من حقك تحفظ ما على قلتش ليه؟ اشمعنى انت جيت هنا قلت المدير الفني كذا؟ مارس الضغط عليهم. ليه قلت المدير الفني هنا وما قلتش ان انت اصلا واخد يا المدرب حبيبي اللي بالحق يعتبر رقم تحفظ 2 على مع العقل. كاساس؟ ليه ما قلتش انه واخد معاه مدرب الحراس؟ ليه ما قلتش انه واخد معاه مدرب ليه ما قلتش ان كاساس اصلا انت كنت عايزينه يبقى هو اصلا المدير مين الفني؟ اللي كان عايزه؟ انتوا. مين انتوا؟ خلاص بقى اسال يا اخي مين انتوا؟ ليه ما قلتش كده؟ مين انا؟ الله. تكلمت معك قلت لك كاساس ما هوش لازم انت بقى. الله، انت راجل ماسكه عشان هو بيقول لك مدير فني مشوه. انت راح تصف، انت تصف جنب المغاربه بالموضوع. مغاربه ليه؟ ما هو انا انت ويانا ولا علينا يا حضري؟ انا مع الحق. تمام الحق. منه هيك راح اصيح لك مش عصام الحضري، عبد الحق الحضري. يا ربي ليه؟ انت اصلا انت اتكلمت في معلومه حلوه. نفس الحكايه انت لازم تقول المعلومه اللي عندك ليه؟ أوكي. هتقول ممكن مدرب حراس مرمى بيمر يعني زين عنده ممكن ظروف. خلاص ممكن بكره كده. نناقشها وممكن ما نناقشها. تمام؟ لا لا ممكنش بكره. اوكي نناقشها. انا حتى اختم. في رضا من الجماهير والاعلام المغربي على الثلاثه اللي فوق السن القانوني. طبعا رحيمي. انت عارف لاعب امكانيه. لا واشرف حكيمي. وايضا حارس سفيان المرمى. رحيمي ما حققه مع العين. نعم. طبعا وهداف دوري ابطال اسيا. منير محمدي جاء استدعاء بعد اعتذار ياسين بونو. صح. في اقاويل في هذا الموضوع ولكن لا يمكن تحديد الموضوع. بس في رضا. طبعا مبدئيا هناك تجانس وتناغم ورضا حتى المؤازرة الإعلامية. باختصار امين. باختصار عندما نتحدث عن المغرب لا يمكن ان لا نتحدث عن سياسه المغرب الرياضيه الناجحه من انجح السياسات. والمغرب فتح معناتها مشروع كبير في كره القدم في المغرب، من اساسياته هو البحث على المواهب المغربيه المولوده خارج المغرب في البلدان الاوروبيه، ونجح المغرب الى ابعد الحدود. في دليل انه في الدور في الالعاب الاولمبيه راح نشوف لاعب اخر، لاعب فياريال اخو ماش اللي هو متكون في برشلونه ثم راح فياريال ولعب الموسم الفارط مع فياريال، وراح نشوفه في الالعاب الاولمبيه من انجح الدول. المغرب في السياسه هذه. تونس اتبعت نفس السياسه في السنوات الاخيره وجلبت لاعبين توانسه اللي عندهم مع الدبل ناسيوناليتي اوروبيه. المغرب يعتمد كثيرا في انتقاء المواهب المولوده خارج المغرب والتي لا اصول مغربيه اوروبيه، اللي هم المغتربين بالعراق. إضافة أخيرة. نعم. في ظل رفض ريال مدريد لقدوم ابراهيم دياز، الجماهير المغربيه كانت تمني نفس بان يكون هذا اللاعب حاضر بالثقه. يا اخي عندكم ريشاردسون وعندكم ريشاردسون وعندكم اداره الملك. شكرا شكر كبير من بغداد. انت عايز ايه؟ ده عندهم لعيبه حتى لو ما جاتش عندهم بسم الله ما شاء الله. انا ادري ما شاء الله عينك ثاقبه. دائما شيء بالمنتخب المغربي يا حضري. انا برفع لهم القبعه لان هم ناس ماشيين بسياسه بجد، يعني احترافيه. خليني اسال سؤال. لا حتى سؤال صغير. سؤال باختصار. انا من ناحيتي ارى ان الكره الافريقيه افضل من الكره الاسيويه. انت شنو وجهه نظرك؟ اكيد على مر التاريخ. اكيد لاعتبارات كثيره. شوف بطوله كاس اسيا الاخيره وبطوله كاس افريقيا، عندما نؤمن بثقل الاسماء، الكره الذهبيه اللاعب الافريقي الوحيد هو جورج ويا الذي فاز بها عالميا. كذلك المنافسات وقيمه واسهم الاسماء الافريقيه مع كبار الانديه في اوروبا. شكرا كابتن ماجد. شكرا.